بسم الله الرحمن الرحيم. الأصدقاء الأعزاء، مرحبا بكم من أسد معابد مصر. يعني لو كان للمعابد المصرية أسد، فأسد هذه المعابد معبد الكرنك. لكم كل التقدير والتحية من صالة الأعمدة الكبرى اللي هي فيها 134 عمود على شكل سيقان نبات البردي. لو بصينا فوق كده الألوان ديت لسه الأيادي المصرية شغالة في التنظيف. يعني التنظيف ده اللي ابتكرته فكرة مصرية، الدكتور جمال محجوب هو اللي ابتكر فكرة الخامات اللي استخدمها كتشكيلة أو توليفة كده في عمل تنظيف المعابد المصرية. وده ظهر لينا جليا في عندنا صالة الأعمدة في معبد دندرة ومعبد إسنا شغالين فيه بنفس الطريقة. يعني اوعى حد يقول لك انتوا بتضيفوا ألوان، لا يمكن. واحنا فين الألوان اللي عندنا عشان نضيفها عشان تفضل معانا حتى لو 50 سنة أو 100 سنة؟ مفيش. يعني دلوقتي الحجة بالحجة. يعني لو أي دولة في العالم، أعظم دول العالم قاطبة، ما عندهمش ألوان تعمر 3300 سنة زي كده. فإحنا من يعني اللي عاوزين نقولوه، يجي مثلا الضيف يسألك طب يا ترى إيه الخامات اللي بيستخدمها اللي هو المرممين اللي هم في أثناء عملية التنظيف. شوف كده الألوان ظهرت إزاي، ألوان جميلة جدا، ألوان في غاية الروعة ظهرت تحت الأتربة، ولا زال البحث مستمر. يعني إحنا شغالين في الناحية دي دلوقتي، وأنا كجمال سعد يعني بشكر كل إيد ساعدت، وكل إيد رفعت السقالة، وكل إيد اشتغلت في التنظيف في هذا العمل الجميل، علشان تظهر لنا الألوان اللي كانت متغطية بمرور آلاف السنين. يعني ده شكر واجب، شكر واجب. واللي ما يشكرش طبعا اللي هو على الأعمال الخيرة، الأعمال الجميلة ديت، يبقى ما يصحش طبعا، ما يصحش. ليه؟ لأنه بص حضرتك، احنا يعني منذ سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح طريق الكباش ما بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك، يعني في 27 نوفمبر 2021. والبحوث مستمرة في التنظيفات هنا. طبعا تنظيف تنظيف اللي هو الأتربة اللي هي متراكمة من آلاف السنين على الألوان. فتصور حضرتك بعد ما ننزل السقالة وننزل اللي هو السكرين وول اللي حوالين الأعمدة، بيظهر لنا اللون. بص حضرتك اللون الألوان هناك لسه، السقالات لسه بص هقرب لك هنا. بص طبعا انت بتسأل ليه استاذ جمال سعد ليه ما قلناش الخامات؟ حاضر هقولها لك دلوقتي. احنا رمضان على الابواب، ودي هدية رمضان، هدية دخول شهر رمضان المبارك. انا بدي احبابي ومتابعيني هدايا العيد والعيدية وهدايا. احنا داخلين على شهر كريم، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. فطبعا موضوع المواد الخام، طبعا انا كنت سألت احد الاساتذة اللي هم شغالين هنا طبعا، فراح قال لي على المعلومة، على الادوات اللي هم بيستخدموها في عملية التنظيف. وعايزك تجيب ورقة وقلم عشان تكتبهم ورايا، لان الموضوع ده مهم جدا. لانه بتسأل دايما يقول لك ايه الخامات. فطبعا اللي يكون سأل قبل كده وعرف بيكون بيرد. لكن اللي هو ما يعرفش، طبعا ما يعرفش مش هيعرف يرد، يقول لك ده حاجات متخصصة واحنا ما نعرفش. لكن لما تعرف حضرتك ايه هي الخامات اللي هو بنستخدمها في التنظيف، في التنظيف عشان يظهر لينا اللون الاساسي. بص يا حبيبي، كربوكسي ميثايل سيليوز، ماشي؟ كربوكسي ميثايل سيليوز دي اول مادة اللي هو بتستخدم، بتخلط مع كربونات امونيوم.
يبقى عندنا كربونات أمونيوم وكربوكسي ميثايل سيليوز. ماشي. هي أي نعم مركبات كيماوية وكده، لكن أنت لازم تحفظها. في حاجة اسمها أديتا. أديتا أديتا وأربوسيل، يعني يبقى عندنا أربوسيل وأديتا، وعندنا كربونات أمونيوم، وعندنا كربوكسي ميثايل سيليوز. الخامات ديت أنا قالها لي بعض، اللي هو طبعا بعد ما اتأكدت منها أنا، فأنا بنزلها على حضراتكم كمنشور، علشان كل زميل يستفيد ويعرف الخامات اللي هي بتستخدم هنا في التنظيف والإظهار الألوان. وبتتعمل طبعا طبقة كده زي المنديل، يعني بعد عملية اللي هو التنظيف ما بتحصل، بيحطوا طبقة كده زي المنديل الخفيف، وبعدين بيشيل المنديل، بيظهر يطلع الغبار والتراب من على الألوان. طبعا هنا القواعد، في عندنا بعض القواعد تهلكت عندنا هنا، فطبعا وزارة الآثار مشكورة بترمم اللي هو بعض الحجارة. طبعا في أحجار اللي هو قديمة تهالكت، وفي أحجار مستحدثة تهالكت. فهنا عملية التجديدات ديت عملية عبارة عن نظافة كمان. عندنا 4 أعمدة هنا الترميمات فيهم شغالة. وطبعا هنا حضراتكم الحجارة اللي هي عليها رسومات، يعني عندنا بعض الحجارة القواعد، أنا بتكلم عن القواعد. حوريك بعض الرسومات هنا حضرتك، يعني إن دي من معبد إخناتون، حجارة التلاتات. طبعا استخدمت هنا في البناء أثناء رمسيس الثاني لما بنى. فعندنا هنا بعض القواعد، حوريك رسمة حضرتك، ادي نقوشات على بعض القواعد، بص كده. فالنقوشات ديت من ايام اخناتون، فالحجارة استخدمت في ايام رمسيس الثاني. حجارة التلاتات اللي احنا بنقول عليها كل 3 مناظر يكونوا مشهد معين. فحجارة التلاتات ديت من معبد أتون، معبد إخناتون، اللي اتحطم طبعا، حطموه كهنة آمون را بعد هم كانوا متغيظين مغلوبين على إخناتون اللي هو كان قفل لهم المعابد. فالقواعد دي حضرتك في عليها بعض الأحجار اللي هي عليها بعض الرسومات. فالأحجار اللي هي بعض الرسومات عليها وإحنا متأكدين منها طبعا لا يمكن لمسها، هتبقى موجودة زي ما هي. لكن الحجارة اللي هي تهالكت وهي يكون مستحدثة حديثا، يعني ترميم حديث، فهي بتتغير كنوع من التنظيفات. فهنا بدأت اللي هو وزارة الآثار مشكورة في يعني هنا بص حضرتك عندنا بعض النقوشات بص تحت كده، بعض الكتابات من معبد إخناتون. طبعا هنا لو لفيت انت حوالين القواعد، طبعا انا تواجدي هنا في الكرنك باستمرار، ما بحبش اقعد كده ساكت. بعد ما اخلص العمل بتاعي تلاقيني بلف في الكرنك هنا واشوف النقش والنقش ده بتاع مين، والخرطوشة ديت اضيفت هنا ليه في عصر اللي هو مثلا رمسيس الرابع اضاف بعض الكتابات على الكتابات اللي هو بتاعت رمسيس الثاني. طبعا تلاقيني انا بحب الف كده ويعني في المعبد، وخاصة يعني من اجمل الاماكن ليا اللي هي صالة الاعمدة الكبرى هنا في اسد معابد مصر. وطبعا احنا شفنا يعني احنا تصويرنا كله النهاردة علشان نوضح الخامات اللي قلنا عليها اللي هي تستخدم في التنظيف، تنظيف الغبار والأتربة من على الأعمدة. وكل عام وانتم بخير، علشان رمضان على الأبواب، ورمضان كريم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. يبقى أكرر تاني، كربوكسي ميثايل سيليوز، كربونات أمونيوم، أديتا أربوسيل. والراجل الأستاذ الدكتور جمال محجوب اللي هو مشكورا اللي هو ابتكر الخامات واستخدامها لأول استخدام، وأظهرت نتائج
وشكرا جزيلا لكل الأيادي اللي هي ساعدت في إظهار الألوان المصرية القديمة مرة تانية، وده إحقاقا للحق، لأنه طبعا لما نستمتع بالألوان ظهرت، لا مجهود حتى العامل اللي رفع السقالة ديت لازم نقول له شكرا. وكل الناس اللي هم في طبعا ايه معهد الترميم اللي شغالين على السقالات وبيطلعوا لفوق 14 متر و20 متر و22 متر ويقفوا على السقالات، بنقول لهم شكرا جزيلا لكل من ساهم في إظهار الحقيقة والألوان الجميلة. متعكم الله بالصحة والعافية من أسد حضارة العالم كله، أسد معابد مصر، معبد الكرنك. شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.